عندك حوامل البوتاجاز مليانة دهون، مليانة حروق السنين. تعالي النهاردة من غير ما تدعكي ومن غير كمان ما تتعبي، هنحط لها مكون حقيقي سحر اكتشفته كده من قريب. ده ينفع معاكي في كل حاجة في البيت، تنظيف مطبخ، حوامل بوتاجاز، فرن، حقيقي خطير. تعالوا كده زوم من قريب وشوفوا الجمال قبل وبعد. الحوامل دي تقريبا متهيألي ليها سنين اصلا ما اتغسلتش. وقبل ما نقول اي تعليقات، في ناس بتكون مريضة، في ستات بتكون كبيرة في السن محدش بيعمل لها حاجتها، فوارد ان الحاجة توصل للشكل ده بدون توضيح اي اسباب، علشان ما لاقيش في التعليقات ايه العفن ده، ايه مش عارفة اللي انتي سايباه ده كده ازاي. معرفش يعني. المهم ان احنا بنقدم وصفة والنتيجة بتاعتها قبل وبعد، ده اللي ليكي عليا في الفيديو. فيلا كده سريعا نقول بسم الله. وعايزة اقولك كمان ان بعد ما تعملي الوصفة دي بفضل الله هنعمل حركة كده نميسة شوية، مش هتنضفيها تاني ابدا. هنعمل حاجة بس تحافظي عليها. اول حاجة هتجيبي يا اما جردل يكون كبير يساع معانا الحوامل، او ان احنا هنسد عين الحوض باي اكياس بلاستيك بالشكل ده. انا كيستها وعايزاكوا تاخدولي بالكوا كده من شكل الحوض، يعني مطفي ازاي. بعد ما نحط الخلطة دي كمان الحوض هينضف لوحده، هتلاقيه ما شاء الله نور كده معانا لوحده. هنجيب يعني كام كيس كده بلاستيك ونبدأ نكورهم كويس جدا ونسد بيهم عين الحوض. بعد كده شايفين انا بضغط قوي علشان انا هبيتهم جوه الحوض، يعني هيباتوا معانا يا اما في جردل البلاستيك او في الحوض. بعد كده هتغلي ميه في الكاتل، لازم تكون الميه يعني سخنه مغليه كويس جدا جدا معانا. حطينا الحوامل، قبلها كنت مسخنه السخان كويس جدا جدا علشان الميه تنزل كده بالبخار بتاعها. وكمان على جنبي كده كنت مشغله الكتل، مليت الحوض بحيث ان انت تغطي الحوامل تماما. هنا احنا عايزين نعمل تفويره كده للدهون مع الخلطه اللي احنا هنحطها. هسيب بقى الحنفيه لحد ما تملالي الحوامل تماما. شايفه الميه ما تقدريش اصلا ميه تلسعك في ايديكي، مغليه يا جماعه. البخار دي خطوه مهمه جدا، البخار بيخرج منها. هنعمل بعد كده ايه، هنجيب المكون القمر ده واستخدميه كمان في الهدوم البيضة، هتخليها تلق لق كده من النظافة. عندي دي ايه، زهرة بيضة. الزهرة البيضة دي هتلاقيها فين؟ يا اما في العطارة، او ان انت هتلاقيها عند الناس اللي بيبيعوا مستلزمات الحاجات بتاعة الصابون، الخامات الخام بتاعة الصابون. او في الاصل بتاعها هي ايه، الزهرة البيضة دي هي كربوناته، بيتجفف كده بطريقة معينة بتشال منه الرطوبة كأنه كربوناته خام. تمام كده. حطينا 5 6 معالق كبار كده من الزهرة البيضاء. بعد كده هجيب 5 6 ليمونات كبار، هعصر المية بتاعتهم وهسيب برضو القشور في المية دي. هتحس كده ان تاني يوم القشور دي بدأت ان هي اصلا تدوب او تتهري منك خلاص. بعد ما سيبنا الخلطة دي والحوض زي ما قلت لكم كده مغطي المية تماما، هنسيبها بقى من بالليل لحد الصبح عشان ما تتعبيش في اي دعك في اي تعب. تمام زي الفل. بعد كده هاتي اي اكياس بلاستيك او مشمع يكون بلاستيك كبير او حتى ورقة ألمونيوم كبيرة، وابدأي غطي الحوامل كده من فوق علشان البخار بتاع الزهرة البيضاء اللي احنا حطيناها، قشور الليمون، كل ده يتغلغل في الدهون او الحروق اللي موجودة في الحوامل بتاعتنا. هنا كده يا بنات، تاني يوم الصبح هتقومي هتلاقي المنظر اللي انت شايفاه ده. الدهون حرفيا شكلها يقرف. فعلا شكلها، مش هقول حاجة، فعلا شكلها مقرف يعني. ولكن احنا كده كده هي شكلها كده، فاحنا لازم ننضفها. فمعلش تعالي على نفسك لحد ما تنضف. بعد كده خلي ايديكي فيها، اعتبري الحوامل او البوتاجاز زيه زي غسيل المواعين بالظبط. شايفين كده بظهر معلقة نبدأ بقى نشيل اي حاجة لازقة فيها بالشكل ده. ولو عندك كمان الفرش اللي هي بتكون السلك دي، برضو استخدمتها مؤخرا، ما كانتش موجودة وانا بنضف الحوامل دي. حقيقي بتنجز معاكي جدا، احسن من المعلقة، احسن من السكينة ومن الحاجات دي كلها. ولكن بصوا لي يا جماعة على الدهون او الحروق اللي كانت حرفيا شكلها اسود في اول الفيديو، اللي كانت بتلزق لزق كده من كتر الدهون والحروق اللي ليها تراكمات سنين فوق الحوامل دي في الجوانتي. دلوقتي قبت وفارت كده، ومجرد ما بتدعكيها براحة ايديكي او بصوابعك كل الدهون بتطلع حرفيا كأنك بتقشري موزة. تمام زي الفل اهو. طيب انا هطلع على قد ما اقدر كده بايديا اللي هيطلع معايا، ولكن الزوايا دي عايزه لها بقى ايه، يا اما سن سكينه يا اما معلقه او الفرش السلك اللي انا قلتلك عليها. بصوا انا هو مش مسرعه المقطع، عايزاكم تشوفوا عارفين اللي هي الدهون بقت عامله زي الحاجه البلاستيك اللي بتمط، هو بالشكل ده. جبت بقى سكينه كده صغيره وهبدا بقى اشيل بيها كل الدهون او الحاجات اللي قبت معانا. فين الكاميرا، راحت فين يا ولاد؟ اهو.
بصوا تحفة جدا جدا جدا، من غير ما تدعكي، من غير ما تتعبي، من غير ما تحطي مثلا المنظفات الجاهزة اللي بتكون معظمها تركيزها بوتاص تكتم نفسك او تحرق ايديكي. لا، احنا هنا بننظف تنظيف طبيعي بمواد طبيعية موجودة في كل بيت. ناخد بقى سن السكينة كده ونبدأ نشتغل. طيب انا لو ما عنديش الزهرة البيضاء اعمل ايه؟ هتحطي الكربونات وبس، زودي بقى. يعني احنا مثلا هنا حطينا 4 5 معالق كبار من الزهرة البيضاء، انتي زودي معلقتين كمان مثلا من الكربونات ومع معلقة ملح ليمون، وشوفي بقى الفوران اللي هيحصل جوه الحوض. كده خلاص انا اخدتها كلها بسن السكينة كده، واي حاجة كانت بتطلع قدامي بايديا كنت بطلعها الاول، وسبت خالص الزوايا الصغنططة جدا اللي بتكون في الحوامل كده من جوه بسن السكينة اهو. واستعيني بالله كده وانت بتعملي الحاجة علشان كمان ان شاء الله تؤجري عليها. بعد ما هنخلصها كلها هنجيب بقى السلك الستيل مش السلك الناعم، علشان هيغلبك شوية، فالسلك الستيل بصراحة هيجيب معاكي من الاخر. هجيب بقى السلك الستيل وهبدأ اشيل اي حاجة برضو كده موجودة. ولكن الحامل يا جماعة ظهر، احنا حلقنا له اللي الحامل بقى نضيفه زي الفل. جبت كده السلكة معايا اهو. تمام، يفضل تكون السلكة الستيل هتبقى افضل معاكي من دي بكتير، علشان ايه؟ مجرد ما بتعدي كده بتخلص معاكي على طول. اهو بالشكل ده. شايفين الحامل اللي كان محروق اللي كان مليان دهون بقى نضيف بيلق لق كده من النظافة. بعد ما خلصناه لسه اصبري بقى معايا، هنديله وش التلميع، ما احنا لازم نعمل حاجة كده على اكمل وجه. خلاص زي الفل. كده خلاص خلصنا. تعالوا بقى كده على الحوض. عايزه اقول لكم الحوض والله العظيم بعد الميه ما نزلتها منه وشلت كل الحوامل، لقيته ان هو حرفيا بيبرق كده. ده الحامل التاني، شايفين اللي كان عليه كم من الدهون والحروق كلها قبت ولوحدها. بصوا لي بقى لمعه الحوض، انا مجرد بس فقط ان انا نزلت منه الميه وبسلكه ناعمه كده غسلته بالصابون البلدي بقى كده نظافه غير عاديه. وان شاء الله هنزل لكم وصفه الصابون، لان هي حقيقي لازم تكون في البيت عندك. كده خلاص الحامل بقى بتاعنا بيلق لق كده. نجيب بقى السلكه بتاعتنا ونجيب الصابون البلدي. ويا سلام بقى لو عاملاه على طريقه اموله، والله ما هتغيري الطريقه دي ولا هتستغني عنها ابدا. جبت كده سلك مواعين، ادعوا لي بس انا بجمع زيت فادعوا لي ادعوا لي اكمل كميه الزيت وانزل لكم وصفه الصابون ان شاء الله على طول. بس كده خلاص امسكي بقى الحامل كده وادعكيه. عايزه اقول لك راحه نفسيه وانت شايفه كده الحامل بقى نضيف. الرغاوي اللي انت شغاله فيها دي بتديك انطباع ان انت يا بنتي بقيتي ست بيت شاطره جدا. خلاص كلنا شاطرين ان شاء الله. كده خلاص هنشطفه بقى ونكرر نفس اللي احنا عملناه ده في كل الحوامل بتاعتنا. بعد ما خلصنا في غلط كبير، يعني معظمنا بيعمله، ومعظمنا كان منزل الفكرة دي في قنوات كتير، ولكن هي ليها شروط علشان تعمليها. هتريحي نفسك من غسيل الحوامل وغسيل البوتاجاز، ولكن لو سبتيه هتلاقي ان هو اتحروق معاكي، ومستحيل اصلا بيكون كلبش كده في الحامل، مستحيل ان هو اصلا يطلع معاكي. هقول لكم دلوقتي. بصوا الصابون دي بقى الحامل التاني برضو هلمعه كده تلميعة النظافة الأخيرة بالسلكه الناعمه كده. هنا بقى بنلمع بسلكه ناعمه، سلكه خشنه مش هتفرق معانا، بس انت في الاول وفي الاخر لو اشتغلت بالسلكه الستيل تحفه جدا ومش هتستغني عنها برضو في المطبخ. هنا بقى اي حاجه صغنططه كده بين الفواصل لازم ننضف الحاجه وفعلا نرجعها جديده. بدات ان انا اخدها كده لحد ما بقت كلها اللهم بارك كأن الحامل لسه جديد دلوقتي. طيب خلصنا كده خلاص، هننشفه تماما، هنسيبه ينشف تماما من المية، عشان دي خطوة هتكون مهمة جدا. وتعالوا كده بقى زوم من قريب نشوف الحوامل شكلها بقى عامل ازاي. بصوا لي بقى يا جماعة على الحوامل بعد ما نشفت معانا. شايفين الحتت السودة اللي عدت كده في المقطع دي؟ بقى كانت مكان ورق ألمونيوم قعد عليها. طبعا انت شايفه ورق الألمونيوم بيلمع من فوق وزي الفل، فعمالة تمسحي بفوطة. ولكن الكارثة حقيقي بعد ما تشيليه بعد شهر ولا بعد شهرين بتكون بقى كلبشت في الحوامل او في سطح البوتاجاز نفسه، عمل لك كده زي نقر او بقع غامقة او سودة. فهنحط ورق ألمونيوم علشان ما نتعبش في الغسيل بعد كده، ولكن كل يومين 3 أو 4 أيام اسبوع بالكتير تبدأي تغيري ورق الألمونيوم ده. بنقطعه حتت صغيرة كده، وبالذات الحركة دي بحب اعملها
بنعملها للناس اللي هي زي امهاتنا ما بيقدروش يغسلوا الحاجه يوميا، ولكن انتي ست بيت شاطره كده بصحتك ما شاء الله. اعتبري البوتاجاز روتين كده معاكي مع المواعين، وانا ساعات بغسله اصلا قبل المواعين عشان ما كسلش منه. تمام كده. لفيت بقى ورق الالومنيوم، وزي ما قلت لك ما تسيبهوش ايا كان، حطاه على حوامل او على سطح البوتاجاز يعني من 4 ايام لاسبوع بالكتير، والورق ده يتغير وتحطي مكانه مهما كنت شايفاه من فوق نظيف وعماله تمسحي من على الوش. لا ما تتخدعيش بالمظاهر. تمام كده. شيلي وابدأي ان انت امسحي وحطي تاني لو انت عايزه تحطيه. بعد كده استخدميه ما فيش منه اي مشكله. اما هتسيبيه فتره طويله هيبدأ ان هو من جوه يتحروق ويلزق الطبقه. طبعا احنا لافين بقى رول فوق بعضه، هيتحروق الجزء اللي من جوه، تيجي تشيلي تلاقي من فوق بيتشال معاكي بسرعه جدا، اما اللي تحت ده هتلاقيه مكلبش كده في الحوامل وحرفيا متحروق، ومهما نضفتيه بيكون خلاص خد وضع الحامل ما بيطلعش اصلا منه. فنحاول نريح نفسنا. شايفين ان الحته الذهبيه دي بقى يعني متشاله كده بسبب ورق الالومنيوم اللي كان عليها قبل كده، بس طبعا ده خد عليها تقريبا شهور عليها. فلما جينا نشيله لا ده شال حته كمان من الزهر من الحوامل نفسها. فناخد بالنا من الخطوه دي، نريح نفسنا ولكن ما نضرش الحاجه اللي احنا بنحاول نحافظ عليها. وده كده الشكل من قريب. اللهم بارك. حقيقي اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى كمان تجربوا الوصفه دي وتكتبوا لي كمان في التعليقات، لاني حقيقي بسعد بتعليقاتكم جدا. وخلاص الفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم. مع السلامه.